عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين. سنة دراسية سعيدة، خلاص اهو المدارس على الأبواب. طبعا السنة دي أكيد مختلفة بالنسبة لنا وبالنسبة لأولادنا، خصوصا بعد القعدة الطويلة جدا اللي هي يعني اللي احنا قعدناها في البيت سوا. طيب النهاردة أنا مش هتكلم على الأطفال اللي راحوا قبل كده المدرسة أو كان ليهم خبرات سابقة مع المدرسة، يعني هم راحوا بالفعل واحتكوا وعارفين الدنيا فيها ايه. لا، احنا مع بعض النهاردة هنتكلم على الطفل اللي أول مرة يدخل المدرسة، سواء كان بقى كيجي أو أولى ابتدائي، يعني على حسب. طيب بالنسبة للطفل بقى اللي هو أول مرة يروح المدرسة، التجربة كلها على بعضها جديدة عليه، طبيعي جدا يبقى عنده نوع من القلق والتوتر. هو هيبقى قلقان، نوع من القلق اسمه قلق الانفصال، قلقان ان هو خلاص هيبقى في مكان ملتزم بوقت معين لازم يقضيه بعيد عن مامته. الموضوع ده بس مش هيبقى عند الطفل، لا أنا كمان كأم هبقى برضو قلقانة ومتوترة وخايفة. أنا أول مرة أسيب ابني مدة طويلة كده في مكان معين. طبعا هي انا موديه المدرسه وعارفه ان المكان امن وكل حاجه، بس برضو انا قلقانه ومتوتره لان اول مره ينفصل بعيد عني او يروح مكان وابقى انا مش موجوده فيه. طب انا بقى كأم، رغم القلق والتوتر والمشاعر المتلخبطه الكتير اللي جوايا ديت، لازم القلق ده ما يوصلش للطفل، مش لازم احسسه خالص ان انا قلقانه. لا بالعكس، ده انا متحمسه ومبسوطه ومتفائله وفرحانين جدا بالتجربه الجديده اللي المفروض ان احنا داخلين عليها. ليه بقى؟ لان القلق دوت لو وصل للطفل فهيبقى مشكله كبيره جدا. هو قلقان وانت بقى بتضيفي قلقك على قلقه، انت مصدر الامان بتاعه. خلاص هيجيب الامان منين اذا كانت اصلا المصدر بتاعه قلقان برضه؟ لا، لازم تبقي واثقه ومتاكده ان هو زي ما هيكتسب مهارات تعليميه، يعني هيتعلم حاجات جديده جوه المدرسه، فهو كمان هيكتسب مهارات اجتماعيه. يعني ايه؟ هيقدر بقى يتعرف على اصحاب جداد، يتكلم معاهم، هيعتمد على نفسه، هيبقى عنده نوع من الاستقلالية، هيبقى واثق في نفسه لما يكون صداقات جديدة. يعني الموضوع والتجربة كلها على بعضها هي تجربة مفيدة لطفلك، فانت لازم فعلا تبقي متحمسة ومتفائلة من جواكي. طب المفروض بقى ان انا اعمل ايه علشان اعمل عملية تهيئة كده او اهيئ طفلي للسنة اللي هو رايحها الجديدة ديت؟ اول حاجه بقى لازم ابدا اتكلم معاه عن المدرسه كتير، واكلمه عن طبيعه الوضع هناك، يعني الوقت اللي هو هيقضيه شكله هيبقى ازاي، المفروض يعمل ايه، المفروض لما يبقى عايز حاجه يطلبها من الميس مثلا بتاعته. افهمه بقى ايه كل حاجه عن تجربه المدرسه دي. طيب الكلام لوحده كده هيبقى حاجه مفيده؟ لا، انا عايزه اقول لك ان لا احسن كمان من ان انت تقعدي تتكلمي معاه عن موضوع المدرسه ان انت تقري قصص. هاتي بقى قصص كده بسيطه تخص موضوع المدرسة دوت. قد ايه ان الولاد بتبقى مبسوطة والحصص بيبقى شكلها ازاي وبيعملوا ايه جوه المدرسة وتعرفوا على اصحابهم الجديدة. يعني القصص دي كلها هتخلي عنده بقى ايه، استعداد كده وحماس ان هو يروح يجرب بقى الحاجة الجديدة ديت. طيب دلوقتي بقى انا المفروض ان طفلي قلقان، اسيبه بقى قلقان كده؟ ولو جه اتكلم وقال لي يا ماما انا خايف، انا مش عارف ايه، انا مش عايزه اروح المدرسه، ابدا بقى ان انا اتضايق ولا اتعصب ولا اقول له لا وما ينفعش وهتبقى حلوه لا، ما هاجمش، اسيبه يتكلم يخرج كل مشاعر القلق اللي جواه، لانها لو قعدت تتراكم المشاعر دي فوق بعض هتبصي تلاقي الموقف السلبي بتاعه هيفضل مستمر ناحيه المدرسه، اللي هو بقى ايه، لا انا مش عايزه اروح المدرسه، لا الموضوع دوت هيزيد والمشكله هتتعقد. طيب انا كمان ممكن اعمل ايه علشان الموضوع يبقى فيه كده متعة بالنسبة للطفل؟ اخليه يشترك ويشارك معانا في الحاجة اللي هياخدها المدرسة. يعني ناخده كده وننزل نختار مع بعض الشنطة، نختار اللانش بوكس واسيبه بقى يختار. طب انا ممكن يختار حاجة وحشة او شكلها مش مناسب او هي اصلا مش مناسبة لسنه، ما هو انا اخده اوقفه مثلا عند الستاند اللي موجود فيه الشنط المناسبة لسنه، وبيبقى فيه حاجة جميلة قوي. يعني الشنط بيبقوا حاطين عليها اشكال كرتونية، اللانش بوكس كذلك، فالحاجات دي بتخطف العين والالوان بتاعتها تحفة. فسيبيه بقى هو يختار، وقفيه قدام مجموعة تبقى انت المجموعة دي كلها راضية عنها او عن معظمها، وابدأي بقى خيري، ادي دايما الاختيار. هاي حبيبي ايه رأيك، تحب تختار انهي واحدة فيهم؟
يختار الشنطة واللانش بوكس والأدوات بتاعة المدرسة بتاعته. الموضوع دوت بقى هيفرق معاه كتير جدا وهيخليه مبسوط. ويا سلام بقى لو انتي بقى والأب واخواته لو عنده اخوات كبار، تبدأوا بقى ايه، الله دي جميلة جدا، ايه الحاجات الحلوة اللي انت اخترتها دي، ده انت شكلك هيبقى جميل جدا وانت لابس الطقم الحلو دوت، الشنطة بتاعتك شيك جدا وشكلها تحفة، الرسمة الجميلة اللي عليها دي. أبدأ بقى ايه، طول ما انا قاعدة دي جميلة دي حلوة، احببه بقى في الحاجات اللي هو ايه، اللي هو اشتريها. في حاجة بقى مهمة جدا جدا، والنقطة دي مش مهمة بس للأطفال اللي أول سنة يروحوا المدرسة، لا مهمة بقى في العموم. يعني أنا عندي أي حد خلاص رايح المدرسة، أبدأ بالتدريج أقلل ساعات السهر بتاعتهم، علشان عقبال ما نوصل للمدرسة يكون هما خلاص بيناموا بالفعل بدري. ما اجيش بقى ساعة المدرسة اضغط عليهم وفجأة كده بعد ما كانوا بيسهروا للساعة 2 و3 بالليل، هوب يلا هننام الساعة 10. طب 10 ازاي كده بدون مقدمات؟ لا ما ينفعش تعملي كده، قللي كده بالتدريج لحد ما تلاقيهم فعلا وصلوا للميعاد المناسب اللي هم لازم يناموا فيه في المدرسة. طب كمان حلو جدا ومهم جدا ان انت اول يوم مدرسه، ومش اول يوم بس، لا كل يوم قبل ما تناموا يبدا بقى الطفل يختار بقى، ها تحب تاخد سندوتشات ايه معاك في اللانش بوكس، يختار هو نوع السندوتشات اللي عايزها. طبعا انت هتبقي برضو ارجع واقول خليكي دايما شاطره وذكيه مع الطفل، اديله اختيارات، كل الاختيارات انت راضيه عنها، فانت كده في الاخر بتخليه يعمل اللي انت عايزاه من غير ما يحس ان انت بتفرضي عليه رايك او ان انت مقيده في حاجه معينه. يختار مثلا العصير، الحاجه الحلوه اللي هياخدها معاه، نوع الفاكهه اللي هياخدها معاه. لازم يبقى عنده حماس كده ورغبه في المكان اللي هو رايحه. طيب لما يجي بقى يروح المدرسه، شجعيه وانتي مثلا احضنيه وبوسيه وسيبيه يدخل، ما تقعديش معاه كتير، يا دوب مجرد ما هتوصليه الفصل تاخدي بعضك وتمشي، وما نقعدش كل بقى ايه دقيقه نلف ونبص ورانا، كل دقيقه نلف ونبص ورانا، لا انت كده بتوتريه وبتقلقيه. سيبيه، انت سلمتيه خلاص للميس بتاعته واطمنتي ان هو في الفصل، وتاخدي بعضك وتمشي. طب في مدارس اصلا مش بتدخلني ولا بتوصلني للفصل، تمام مفيش مشاكل، انت هتودعيه هتبوسيه وهتحضنيه وخلاص، هتسلميه لباب المدرسه، دخل قدامك اطمنتي، الموضوع خلص وانتهى. هتبقي متفقه معاه ان اليوم بتاعه لو مر كويس، ما عيطش، ما عملش مشاكل، هيبقى ليه مكافاه. المكافاه ديت بقى ايه، حاجه حلوه، لعبه، ايا كانت الحاجه اللي هتتفقوا عليها دي، هتبقى حاجه كده زي ايه، تشجيع، بتشجعيه ان هو يروح المكان ده. خليكي معاه دايما، اسمعيه، خلي فيه كده يعني انصات ليه كويس جدا، طول ما هو بيتكلم اهتمي كده، حاولي لو هو ما بيتكلمش بلاش تفرضي عليه السؤال والجواب اللي هو بقى ايه كأنك في اسم، لا حاولي ان انت تتكلمي تحكي حاجات حصلت لك وهو مش موجود، وانت كمان احكي لي بقى ايه اللي حصل في المدرسة، عشان لو في اي حاجة تقدري تساعدي فيها، ما يحصلش مشاكل، ما تتفاقمش، ما يبقاش في مشكلة هو مخبيها عليكي، يبدأ ياخد موقف من المدرسة. وان شاء الله ربنا يحفظ ولادنا جميعا، يا رب اكون فدتكم، وكل سنة وانتم طيبين.